السلام عليكم. معكم محمد عصام في قناة الطقة في فيديو جديد. ده اللي هنسوي شنو؟ هنسوي سلطة الدكوة. أنا متأكد سلطة الدكوة دي الناس كلها بتحبها، أنا ما لاقي زول بيكره سلطة الدكوة. ما حنسويها بطريقة مختصرة ولا بطريقة كده ولا كده، بس حنسوي فيها زيادات بسيطة وانتوا هتشوفوا معانا. فاللهم خليكم شنو متابعين هنا معانا، نقوم إن نبدأ شاء الله نقطع تستمتعوا الطماطم بالفيديو. بتاعنا. نحاول نقطعه يعني لقطع كده صغيرة أو متوسطة، يعني ما صغير شديد ولا كبير شديد. فهمتوا علي كيف؟ وسلطة الدكو دي أغلبية الناس بتقطعها بقطع كبيرة يعني. يعني أنا غالبا كده من الحياة اللي كنت بشوفها في السودان وكده كان الناس بتقطعها قطع كبيرة، لكن أنا بفضل إن السلطة تكون شوية كده أصغر، يعني حاجة كده متوسطة. نقوم زي ما شايفين نفضها كده في صحن بالجنبة، صحن الخلطة. الصحن ده بخلط يعني بستخدمه في أي حاجة للخلط. وهنا تاني نقوم نرجع شو نقطع واحدة من أهم الحاجات، البصل وال... والطماطم. طبعا شنو البصل والطماطم ديل انت لو عندك الاتنين ديل خلاص سلطة الدكوة بتاعتك مرقت، واكيد الدكوة يعني فهمتوا علي كيف. فديلو اهم حاجتين. باقي الحاجات دي ممكن تاني الفلفل، ولا ممكن تستخدم جرجير او خس. الحاجات دي تاني ممكن كلها زيادات شنو ممكن انت وفهمك، حتى في ناس بيحطوا فيها خيار برضو. فالحاجة دي تاني بترجع لك انت بعد ده. فانا قطعت فلفل اخضر. والفلفل ده ما فلفل حر، عشان الناس ما تكون قايله انه فلفل حر. الفلفل ده ما فلفل حر، فلفل عادي كده يعني. ما احنا ما ما فيه زي طعم الشطة كده. وانا قطعت فلفلتين وطماطميتين وبصلاية واحدة عشان الناس تكون حريصة على الكميات. وهنا نزلنا الحاجات بتاعتنا كلها سوا. نزلنا هنا الدكة بتاعتنا، يعني الكمية تكون حاجة كده أقل من كف يدك بشوية. تديها عصرة ليمونة كده. في ناس بيسووا الخلطة برا، لكن أنا قاعد أسويها جوا السلطة، بخلطها كلها جوا السلطة. في ناس بيفكوا هناي برا، الدكو برا، لكن أنا بخلطها كده جوا مع السلطة يعني. فهمتوا علي كيف؟ وروني في الكومنتات انتوا بتسووها كيف، يعني بتخلطوها برا ولا جوا يعني الخلطة بتاعت الدكو. هنا هو قاعدين نخلط نحاول شنو نكسر الدكوة معانا، نخليها تذوب في موية السلطة. ممكن برضو تكسروا لها موية ولا خل، لكن عشان نزلت نص ليمونة وحسيت الكمية شوية كبيرة كده فما حبيت أزيد حاجة تاني. فهنا نزلت طحينة، ودي إضافة ظريفة شديد. نزلت ليه معلقتين كده، لكن دي ما يغير معلقة واحدة يعني. تاني ملح معلقة أو نص معلقة ملح، ومعلقة واحدة بهارات مشكلة الظريفة دي. وتقوم تخلط. في ممكن البهارات تكون بكل بساطة ملح، فلفل أسود، وشطة حمرا، وانتهينا على كده. دي هتطلع معاكم أظبط سلطة دكوة لو استخدمتوا الحاجة دي. تاني احنا نقوم نخلط الحاجات دي كلها كويس، نخلطها كويس شديد. وأول ما زي ما شايفين كده خلاص ضبطت معانا كده. ودي النتيجة النهائية، إن شاء الله تكون عجبتكم يعني، لأنه أنا عن نفسي كده شايفها حاجة ظريفة شديد. ورونا رأيكم فيها شنو انتوا بتسووها كده ولا بطريقة غير. فشنو يا شباب، دي النتيجة النهائية كده زي ما انتوا شايفين. شغل ضابط شديد. أنا ضفت عليها شوية جبنة مقشرة. فالآن كده أنا هقوم شنو هقوم أجربها، أشوفها طلعت كيف، يعني أشوف طلعت كيف. والله يا الشغل ده طلع ظابط زي كل مرة، يعني ما بتخيب. فهمتوا علي كيف؟ والإضافات الذات دي خلتها تظبط أكتر. اللهم فيديو بسيط، إن شاء الله يكون عجبكم. لايك، شير، سبسكرايب.
انتظرونا لحد الفيديو الجاي، عندنا لكم فيديو ظابط شديد.